تعالوا خلينا مع بعض نكون متفقين ان احنا فاهمين او بعض الناس فاهمة ان احنا من الاربعينات او من قبل الاربعينات كمان، واحنا بيتم علينا دراسات ومخططات كتيرة ومدروسة كويس علشان يعرفوا ازاي يوقعوا الدولة المصرية ويوقعوا المصريين. وده عبر الزمن وعبر التاريخ، ده مش جديد يعني. بس لسه للأسف لحد دلوقتي في ناس مش واصلة لها المعلومة وشايفيننا إن إحنا بنجري ورا نظرية المؤامرة، ومش متخيلين إن فعلا في مؤامرة. أنا بشوف إن ده قصر نظر أو عدم وعي، فربنا ينور بصيرة كل الناس ويوضح لهم الحقيقة. أنا بس عايز أبسط لكم نقطة بسيطة، عشان كان في ناس كتير قوي من ضمنهم يعني حتى أكتر من نص الشعب المصري كان بيتهم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من كتر الطرق والكباري اللي هو كان بيعملها. ودي فايدتها إيه؟ ده سبب بسيط، يعني سبب واحد. الطرق والكباري اللي هو الراجل جه وقال لك خلال سنة واحدة هعمل لك شبكة طرق تمسك مصر كده. طيب، ايه اللي خلاه ان هو في خلال سنة واحدة يحاول يعمل شبكة طرق تمسك مصر كده؟ يعني اولا شبكة الطرق دي شريان الحياة للدولة. آه، اول سبب واكبر سبب والاهم فيهم ان شبكة الطرق اللي هو عملها دي خلت ان الجيش بتاعك بيحوط البلد في 6 ساعات، من اولها لاخرها في 6 ساعات. طيب هي ليه دي كانت مهمة بالنسبة له؟ لأن احنا للأسف بسبب الخطط والدراسات اللي مدروسة علينا كويس إن احنا متحوطين بقواعد عسكرية من قبل الخليج كلهم. تعالوا نتفرج كده على نبذة من إنجازات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. انا بقول لك هعمل لك شبكه طرق في خلال سنه تمسك مصر كده. انا بقول ان شاء الله. Right here. I was chasing every signal, looking out for something new. Running past my own reflection, trying not to face the truth. Built a life around distraction, called it purpose, called it drive. But inside a softer presence kept reminding me I'm alive.